السلام عليكم وصبحكم الله بالخير والبركة حبيباتي انتو. صار لي فترة ما مسوية حلويات، تعالوا اليوم نسوي أطيب حلاوة من الصبح جايتكم. يلا اليوم كلكم تسووها. كوبين من جوز الهند المبروش بجدرية، وعليها نص كوب من الحليب الباودر، وعليها خاشوقتين من النشا. ما عليكم أنا أخذني الوهس، لا أنا كيلت خاشوقتين. تمام حبيباتي؟ تمام يا روح. اي علبة قشطة صغيرة، يعني هاي مثلا ام ال 500 او الربع، شنو المتوفر عندكم، فرغوها كلها فوق هذا الخليط. طبعا هاي القشطة خيارية في حال انت حتخلين حليب مكثف. انا لا، خليت قشطة ونص كوب من الشكر، وعليها مباشرة كوبين من المي وشوية من الفانيلا ان كانت سائلة او باودر، شنو المتوفر عندك خليه. وبهالاثناء كلكم سوية صلوا على محمد وآل محمد، ودعوا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. استغفروا رب العالمين وتوبوا إليه وحمدوه وشكروا على كل النعم المالية حياتنا وحياتكم. بنات مثل ما شفتوا شغلنا النار على الخليط اللي خليناه، ونظل نخلط إلى أن القوام يثخن، يعني يبدأ يثخن بفضل النشا الموجود، جوز الهند يشرب المي الموجود، فبكل الأحوال يصير بهذا القوام. تشيليه من على النار وتفرغيه بأي كاسة. بس تخيلوا الطعم والمكونات اللي خليناها ويا جوز الهند. فوق كل هذا راح نضيف عليه كاكاو. طبعا بنات ننتظره أول يبرد يكمش نفسه، بعدها نقوم نبلش نذوب كاكاو يعني جاهز، أو مثلي أني حسوي على النار. هيك طريقة متعودة عليها سريعة، بس هم طلعت كلش طيبة. هاي هسه الأطفال امتحانات حلو سوي لهم حتى يرجعون يشوفون هيك تحلاية طيبة، تعطيهم طاقة ونشاط وتعطيهم سعادة، خصوصا الأطفال يحبون هالسوالف. وبين ما أسوي الكاكاو حبيباتي كلكم سوية، رجعوا صلوا على محمد وآل محمد، كثروا التعليقات بقلبكم، هو الأجر واحد. مثل ما تعرفون بنات، أنا من زمان أحب من خلال فيديوهاتي أبث أشياء تنفع، إن كانت وصفة، إن كانت معلومة، إن كانت قصة، إن كانت نصيحة لله، إن كان حديث، إن كان آية قرآنية، أو حتى إن كان إعلان. بكل الأحوال فائدة دينية ودنيوية، وهذا كله بفضل الله. أنا مو في شيء معين، بس أنا مجرد سبب، خويدمة صغيرة أحاول أقدم شيء نافع ما أضر أحد خلال فيديوهاتي الأنشر. هواي هماتي من الأشياء اللي أكرر نشرها عدم استماع الأغاني. هواي أنصح البنات اللي تستمعون الأغاني، بنات الأغاني حرام. ألقى بالتعليقات هواية مؤيدين وهواية معارضين، ومن أجي أقنعهم أقول لهم اسمعوا بدائل، يعني مثلا قرايات، مثلا أدعية، مناجات، أسمع قرآن. تقول لي أنت شنو، مو تقولين الأغاني حرام؟ لا، شلون تقولي لي اسمعي مواليد أو قرايات؟ أولا نبينا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيش وصانا آخر شيء؟ بالقرآن والعترة. القرآن الكريم معروف كلام الله عز وجل، والعترة هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا أنا وياش نرجع للقرآن الكريم والعترة أهل البيت، شو يقولون بهذا الكلام؟ شلون احنا من خلال هالاثنين اللي وصانا بهم الرسول استدلينا انه الاغاني حرام. الله عز وجل بالقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. صدق الله العلي العظيم. شنو معنى لهو الحديث؟ لهو الحديث يعني كلام يلهي عن ذكر الله، يبعد الناس عن الطريق المستقيم. والله عز وجل يقول من يشتري لهو الحديث، يعني شنو شراء الكلام؟ يعني شراء قصص باطلة وكل ما لا فائدة فيه دنيويا ودينيا. تجين هسه تقولين أنا ما اشتريها، أنا هي تطلع لي وحلوة وأظل عليها وبعدها أطلع منها. نانا الإمام الجواد سلام الله عليه يوضح لك هاي الحالة، يقول من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإذا كان الناطق يتحدث عن الله فقد عبد الله، وإذا كان الناطق يتحدث عن الشيطان أو عن لسان إبليس فقد عبد الشيطان أو عبد إبليس. هذا الحديث يأكد خطورة الاستماع بشكل عام، فأي كلام يدخل عن طريق إذني بوسيلة الاستماع، إن كان الكلام يتكلم عن الله أو غير الله، هذا الاستماع يدعوني للانقياد والاتباع. هسه تقولي شلون بهالحالة يعني أسدد وامشي حتى ما انقاد الاحد؟ اقول لك لا، القران هنا شي يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اولو الالباب شنو معناها؟ معناها اصحاب العقول. اللب يعني عقل كل شيء، فهذا أكبر حجة على الإنسان. أنت عندك عقل، هنا أنا أحتاج شوية تحريك العقل، وأقوم أقارن هل هاي الكلمات تنسجم مع نور الله عز وجل أم تنسجم مع هوى النفس اللي راح يتدخل بدور كلش كبير حتى يخليش تتبعي اتباع الهوى اللي هو من الشرك. والشرك ظلم عظيم للروح والنفس. فتقولي لي دخلتينا بالشرك؟ لا بنات، القارئ القرآن بتدبر
التكبر. يعرف الشرك نوعين: ظاهري اللي هو عبادة الأصنام الأوثان، لكن أكو شرك خفي. الإنسان مؤمن عنده توحيد لكن بداخله انقياد واتباع من يحرم الحلال ومن يحلل الحرام. والله عز وجل يخيرنا بكتابه الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرطا شنو معناه؟ فرطا شايفة مثلا عندك سبحة وتقطعت، ايش راح يصير بيها؟ تتفرط. كل فرط أو كل خرزة تصير بمكان، تتطشر، كل شيء يتطشر هنا. الأمر يصير هلاك، الأمر يصير ضياع. فاتباع الهوى يعني اتباع من الله عز وجل أغفله، يعني الكفار، من أني أطيعهم أني يعني تارك اتباع أوامر الله عز وجل ونهيه. لكن بنفس الوقت الله عز وجل يطمنا بآية الأخ: بسم الله الرحمن الرحيم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العلي العظيم. وكو أحلى من الجنة وعد إلهي إنه أني أطمح له. هسه مثلا تجيني وحدة غنية، كل شيء عندها، كل وسائل الحياة الرفاهية موجودة عندها، وبنفس الوقت تستمع أغاني يعني تتبع هواها. هاي شلون تقتنع؟ إذا ظلت متبعة هواها ما تروح للجنة. دنيا فانية، ما ضامن أنا باكر هذا كله باقي عندي. الآخرة دائمة، وبإيد الإنسان يحدد آخرته وشنو اللي يريد يبقى خالد بيه. وهاي كانت تحلايتنا لليوم. قولوا لي شنو رأيكم بيها. انتظروني حبيباتي فيديو جديد، وياكم شيف مريم.